إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا الفيديو الجديد وهذا اللقاء المتجدد. يوم أمس تم توثيق بعض المشاهد من داخل المخيمات ديال الدل والعار في تندوف. هذا المشاهد اللي كتأكد وجود اشتباكات مسلحة بالرصاص الحي بين هذه العناصر ديال المرتزقة ديال البوليزاريو بسبب واحد الصراع على قطع أرضية داخل هذه المخيمات. هذا الخلافات اللي كتعرفها المخيمات ديال تندوف وخصوصا دائرة البير الحلو بمخيم السمار على التراب الجزائري، هذا الخلافات استغلتها القيادة ديال البوليزاريو وتدخلت بعنف وبالقوة المفرطة في حق واحد المجموعة من المحتجزين، وتم اعتقال 12 شخص وتم الزج بهم كذلك في السجن ديال الدهيبية الرهيب. هذا السجن اللي كتنتهك داخل الأسوار ديال حقوق الإنسان في أبشع صورة بعيدا عن العالم. فاليوم هذه المخيمات ديال الدل والعار فوق الأراضي الجزائرية تعيش على صفيح ساخن وتنذر بانفجار خطير من داخل هذه المخيمات ديال الدل والعار. أما فيما يخص إخواني أخواتي هذه الزيارة الأخيرة اللي كان كيروج لها الإعلام الجزائري واللي كيقولوا فيها بأن السفيرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية زارت المخيمات ديال تندوف رفقة واحد الوفد من الأحزاب الجزائرية، فهذه كذبة جديدة تنضاف لهذا النظام وهذا الإعلام ديال الكذب والبهتان. والسفيرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية قالت بالحرف بأنها توجهت إلى تندوف مع بعثة ديال الأمم المتحدة في واحد الزيارة ديال الاستكشاف لهذه المخيمات ديال اللاجئين. وقالت كذلك السفيرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم سنويا في المساعدات الإنسانية، وأن أمريكا ملتزمة بدعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، ما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا المسار الأممي وتدعم المقترح المغربي اللي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ولكن الأبواق الإعلامية كما قلنا فهي مستمرة في التبرديع ديال هذا البصبعيين المغيبين، وكنوع كذلك من التبرديع ديال هذا البصبعيين الجزائريين. الرئيس الجزائري هذا الدمية ديال العسكر عبد المجيد كتبون خرج مجددا وكيقول بأنه لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر، وكيقول بأن الجزائر وصلت إلى نقطة اللا رجوع للدفاع بشراسة عن السيادة. فدائما هذه الأبواق ديال النظام الجزائري وهذا الدمية ديال العسكر عبد المجيد كتبون دائما ما يتكلم عن السيادة، ما يعني أن الحضيرة الجزائرية ليست لها سيادة على هذه الحضيرة. وكيف يعقل أن الدولة اللي قامت بسحب السفير ديالها من مدريد وقطعت كذلك العلاقة مع إسبانيا بسبب الدعم ديال إسبانيا لمغربية الصحراء، واليوم إسبانيا ما زالت مصرة على الموقف ديالها دون أن تتراجع، وما زال سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية، والحضيرة الجزائرية تراجعت على كل هذه الخزعبلات ديالها وأعادت العلاقة مع إسبانيا وقامت بتعيين السفير ديالها لدى إسبانيا. واليوم عبد المجيد كتبون يقول بأنه لا توجد أي ضغوط، بل أكثر من ذلك فرنسا اللي اخترقات وتعدات على الحدود ديال الجزائر استخباراتيا وقامت بتهريب المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي رغما عن عبد المجيد كتبون ورغما عن كل الأجهزة الأمنية في الحضيرة الجزائرية. ولا زال إلى اليوم الوجود ديال فرنسا قائم، ولا زالت العلاقة بين فرنسا والمستعمرة ديالها في شمال إفريقيا هذا الحضيرة الجزائرية.